عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة سلمى للوصفات المصرية. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة طريقة البرجر البيتي بفول الصويا. المقادير معانا هنا، أنا هنا جبت ربع كيلو فول صويا، نقعته من بالليل وصفيته. لازم تصفيه خالص من المية. طبعا هو زاد، يعني زاد النص، يعني أنا وزنته بالمصفى كده طلع 800 جرام. طبعا هناخد نصه، عايز تاخدي كله حسب ما تحبي. هنا معانا، هنا ده مقدار كيلو، بس انا هاخد نص كيلو لحمه مفرومه. معانا بقسماط او فيجيتار زي ما تحبي. وهنا كاتشب. والتوابل هنا معانا كمون وبهارات وحبهان مطحون وفلفل اسود وبابريكا وكبيبه صيني. طبعا هنا كمان هناخد توم بودر وبصل بودر زي ما تحبي، وتوم عادي. طبعا في استخدام مستردة، بس انا ما بحبش المستردة، انا هكتفي بالثوم بدلها. طبعا ومعانا هنا بصلتين كبار مبشورين جامد، وهنصفيهم خالص من الميه. نقول بقى هنعمل المقادير بقى ان شاء الله، ودي كلها مع بعض هنبتدي نعمله. انا صفيت البصل بالشكل ده، وادي الميه هي اللي طلعت منه، صفيته جامد عشان كتر الميه اول حاجه هتخلي البرجر يبقى لين، وهنضطر نحط بقسماط يعني كتير وكده. يعني احنا هنحط بقسماط بس في المعقول عشان ما يبقاش لين معانا وما نعرفش نشكله. انا بقى هبتدي ان شاء الله اخلط كل المقادير دي، اللحمه وفول الصويا ده والبصل. انا خدت حوالي 800 جرام كلهم، لان انا يمكن اعمل كيلو الا ربع لحمه مفرومه اهو. خدت كله مع بعضيه اهو، وهنبتدي نفرمهم كلهم مع بعض، وهوريكم طريقة التشكيل. بس لما نحط المقادير الاول مع بعضيها، انا احط في الكبة فول الصويا. هي الاول انا كنت هخلط الفول مع فول الصويا مع البصل، لا انا هحط كله مع بعضيه عشان كله يتشرب من كل التوابل كلها، عشان كله ياخد من التوابل. انا هحط اللحمه واخلط الاول المقادير كلها مع بعضيها، وبعد كده اخلطهم. الاول كنت هخلطهم كده بس مش هينفع، حاجه تطلع متبله عن حاجه، والملح طبعا كله هنظبطه ان شاء الله. انا هاخد حوالي من الكيلو، يعني كيلو الا ربع، واللحمه والبصل ابتدي اعجنهم جامد كده بايديا. انا خلطتهم كده مع بعض، شايفين ناشفين خالص كده، مفيش ميه خالص فيهم. انا هحط الكاتشب حوالي معلقتين كبار كاتشب. الكاتشب ده انا كنت عاملاه في القناه كده، معلقتين كاتشب. نحط التوابل بتاعتنا كلها اللي انا ذكرتها، فلفل اسود وكمون وحبهان مطحون وكاري، لا مفيش كاري، بابريكا، سوري معلش انا اسفه، وكمون. ونحط كل المقادير طبعا، كل البهارات اللي تحبيها مع بعضيها. هنا عندنا توم بودره، دي معلقه نضيفه توم بودره، تحطي معلقه. عايزه تستغني عن التوم والبودره ما تحطيش عادي يعني. وهنا بصل بودره عشان يديله طعم. وعندي توم، طبعا ما حطيتش مستردة فهحط توم عادي، حوالي معلقه صغيره اهي توم بالشكل ده كده. وكمان هضيف بيضه. بس بقسماط هاخد معلقه، حوالي كده معلقتين بقسماط. اقلب كل المكونات مع بعضيها، والاول انا هضرب كل المكونات دي في الكبه. هوريها لكم بعد ما اضربها عشان صوت الكبه. انا فرمت كل الكميه اللي معايا، الفول الصويا واللحمه والتوابل اللي احنا ضفناها مع بعض. انا ضفت معلقه سمن، لان اللحمه عندي حمرا قوي. لو انت عندك اللحمه يعني فيها نسبه دهون ما تضيفيش معلقه السمن دي. وكمان ضفت الملح وظبطت الملح بتاعه. دي اخر حاجه انا فرمتها. نبتدي بقى نشكل البرجر بتاعنا، حاجه نضيفه عاملاها ببيتك وتبقى مضمونه، مش متعب ولا حاجه، بالعكس. بس نبتدي بقى نشكل مع بعض. اول طريقه
هو ليه كام طريقه كده. طبعا البرجر تعمليه خفيف، ما تعملوش تخين عشان يستوي معاكي. انا بجيب البرجر كده بالشكل ده وبعملها كده اهو في الكيس ده، كيس نايلون عادي انا مقطعاه، وببططه بالشكل ده كده اهو. عايزين نسويه كده اهو بالشكل ده كده اهو. تعملي الحجم طبعا اللي يناسبك، بس يكون رفيع مش تخين ده بالشكل ده. وفي طريقة تانية بقى بنجيب غطا، الطريقة طبعا الاسهل، تعمل الحجم اللي يناسبك اهو بالشكل ده كده. دي اول طريقة. التانية بقى بتجيبي غطا، بس انا عندي غطا صغير، اشوف لي غطا كبير ولا هشتغل بالغطا ده وبعد كده نوسعه. دي طريقة تانية، بتجيبي الغطا طبعا يكون كبير شوية عن ده، او حسب طبعا الكمية اللي انت عايزة تعمليها، وتحطيها في الغطا كده اهو بالشكل ده. دي طريقة تشكيل سريعة كده. طبعا لازم تحطي بالكيس عشان تقدر تطلعها من الكيس. هي بالشكل ده، بس متهيألي الطريقة اللي انا عملتها الاولى احسن. هيبقى بالشكل ده لو انت هتحطيها في الغطا. فانت بقى الطريقة بتاعتي دي حلوة وسهلة احسن اهي. لميها كده حتى طبعا مش حلوة زي الاولانية. هنظبطها طبعا، انا هظبطها لكم. طبعا بتعمليه عايزه تحفظيه بالفريزر، بتحفظيه كده على اكياس زي ما انا عامله كده. انا طبعا هخلص الكميه دي واوريها لكم، هوريكم ازاي نحفظها ونشيلها بالفريزر. شكلت البرجر بالشكل ده. طبعا انت لما تحطيه في الفريزر هتحطيه بالشكل كده على حاجه نايلون كده، على كيس بلاستيك زي كده، وبتفتحيه وتحطي كده، وبتحطي عليه بقيه الكميه البرجر بتاعتك وتحطيه في الفريزر يجمد. بتروحي مطلعاه وبتروحي حافظاه في كيس لوحديه، او ممكن تحطيه برضو في نفس الطريقه دي كده اهو زي ما انا هعمل، وتحطي عليه البرجر وتحطي كيس والبرجر وتروحي شايلاه في كيس وفي الفريزر. لما تيجي تطلعيه تستخدميه. دلوقتي احنا هنعمله مع بعض. انا حطيت طاسه، تحطي جريل الحاجه اللي تناسبك اللي هتعمل فيها البرجر. انا حطيت طاسه على النار. البرجر معانا اهو حطيته، بس احسن حاجه تحطيه وهو مجمد. بس انا قلت اوريكم بس ايه النتيجه بتاعته. سيبه شويه كده وبعد كده نقلبه على الوش التاني. البرجر انا قليته خلاص وجاهز معانا، بس احسن حاجه ان انتي تجمديه الاول وتقليه، والطاسه تكون تيفال علشان ما تلزقش في الطاسه منك. طبعا بتاكليه كمان بنعمله مع الكاتشب كده جميل جدا وبألف هنا. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتك وتكون سهله وحاجه جميله عملناها في بيتنا نظيفه. بشكركم جدا ليكم، واشتركوا بالقناه واعملوا شير ولايك عشان يصلك كل جديد وكل فيديو جديد وكل وصفه جديده من وصفات سلمى، وصفات مصريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.